السلام عليكم ورحمة الله. أول تعليق رضا عبد العال بعد هزيمة الأهلي في بطولة أفريقيا في آخر مباراة في المجموعة من أورلاندو الجنوب أفريقي، وأول كلامه قال فضيحة للنادي الأهلي على استاد القاهرة. ده كان تعليق أو أول تعليق ليه رضا عبد العال، وقال السبب في الفضيحة دي الراجل اللي على الخط اللي هو المدرب مارسيل كولر. قال رضا عبد العال إن مارسيل كولر هو اللي بيوظف اللعيبة غلط وبيحارب اللعيبة الكويسة وما بيحطهاش وما بينزلهاش أساسي. واحد زي حسين الشحات ازاي ما يلعبش؟ مين بديله دلوقتي؟ انت الوينجات كلها مش موجودة، الوينج الأساسي اللي عندك دلوقتي موجود هو حسين الشحات، ازاي ما يلعبش وازاي يبقى موجود على الدكة؟ لما انت غيرته ونزلته وانت مهزوم 1-0 ومتأخر، نزل وتعادل ليك، معنى كده ان انت في البداية حطيت تشكيل غلط. وده اللي بيقوله دايما رضا عبد العال، ان هو بيلوم دايما على كولر ان هو بيبدأ بتشكيل خاطئ وكمان بيتأخر في التغييرات. وكمان قال رضا عبد العال ان اللوم كله في الهدف الاولاني على رامي ربيعة، لانه لعب الكرة بشكل دبل كيك، ودي خطورتها لان هي طبعا ما فيهاش تمكن كبير، فممكن تخبط وتروح على المرمى، او زي ما حصل كده تقلش فتعمل ارتباك وتوصل للمدافع سهلة زي ما وصلت واحرز منها الهدف الاول. قال كمان رضا عبد العال ان امام عاشور ما كانش في حالته النهارده، والمفروض التغيير اللي كان يحصل ما يخرجش قفشه. يعني انت محتاج تفوز ومحتاج تتعادل، يبقى انت لازم قفشه يفضل موجود في الملعب وتغير اللعيب اللي هو ما بيبصيش او ما بيلعبش مع الفرقه وبيلعب لنفسه بس. وهو هنا رضا عبد العال بيقصد امام عاشور، وقال ان الوحيد المظلوم في الملعب هو وسام ابو علي، لانه بيجيله الكرات مش خالصه، ويا اما متاخره يا اما الباصات بعيده مش مظبوطه، فبيبذل مجهود كبير ولكن الفرقه ما بتلعبش معاه كويس. في حين ان انت واحد زي كوكا نزلته وهو ما عندوش كوره وما عندوش باصات جامده قوي يعني عشان تشيل قفشه وتنزل بداله كوكا. واخر حاجه قالها رضا عبد العال ان لازم الاداره ومحمود الخطيب ينقذ ما يمكن انقاذه في الموسم، لان من الموسم اللي فات وكولر مفلس كوره وما عندوش جديد يقدمه. لازم الخطيب يتدخل وينقذ موسم الاهلي، لان اللي بيحصل ان الاهلي دلوقتي بيشحت كوره ومش هيقدر يكمل بالشكل ده. المنافسه هو طالع دلوقتي تاني المجموعه وهيقابل الترجي او الهلال او بيراميدز، فاي فرقه من دول مش هتسمي عليك. فانت عندك مشكله في السكواد وعندك مشكله في المدرب لازم تتحل سريعا.